بالسلامة. أيام صعبة يا كابتن سيد. الحمد لله. وقت كان صعب قوي. انتوا السنة دي متهيألي عديتوا على 3 يعني مواقع كده صعبة جدا في حياتكم، يعني مش هتفضل في تاريخكم طول عمركم متهيألي، يعني كل موقف لوحده كفاية. انتوا ما شاء الله لا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل شوية تقعوا في حاجة صعبة، ولكن ربنا إن شاء الله يطلعكم منها بإذن الله أقوى وأحسن بإذن الله إن شاء الله. طمنا كده يا كابتن سيد على استعدادات النادي الأهلي، كابتن وائل جمعة، كابتن فتحي، حسام غالي، يعني الأسامي اللي هي فيها إصابات أو فيها بعض مش عايز أقول مشاكل، ولكن يعني في حاجة مش طبيعية في العلاقة ما بينه وبين ماستر مانويل جوزيه. طمنا كده على النادي الأهلي يا كابتن سيد. يعني هي بسرعه عامه كده، يمكن بعد ما رجعنا خدنا يوم اجازه بعد الاحداث اللي حصلت في الاهلي، وبعد كده بدانا تمريننا تاني من جديد على يوم الاحد كده. كان ضروري جدا ان احنا نعمل تجربه وديه. الاهداف الفنيه اللي عايزها المنتخب او اللي عايزها الجهاز الفني يحاول تحقيقها، او الافكار اللي بيفكر فيها الجهاز الفني الخاصه بمباراه الملعب المالي يحاول يجربها في مباراه وديه. اجرينا لقاء مع وادي دجله والى حد كبير يعني تحقق بعض الاهداف اللي فيه. اما بخصوص اللعيبه كلعيبه كاسماء، يعني وائل جمعه طبعا صعب ان هو يلحق ونعمل له تاشيره سفر بره في الوقت الحالي، بمجرد ما هيحصل عليها ان شاء الله الرحمن هيبقى خارج مصر يعني. احمد فتحي الحمد لله رجع بشكل كويس جدا. الحاله الفنيه اللي هو رجع بيها رجع بشكل قوي. ايوه مش هنستعجل على الدفع باحمد الا لما يكون سليم 100%. حسام غالي الموقف اللي حصل معاه كان قبل مباراه مالي هناك، وعلى اثر المشاده اللي حصلت حسام بعد شويه عن التدريب، وبعد ما رجعنا الموضوع انتهى. لكن الاحتياج الفني من عدمه ده بيرجع للجهاز الفني يا كابتن حازم. يعني طب هو فعلا يا كابتن سيد يعني كل التقسيمات اللي كان فيها بعد ما رجعته من مالي ما شاركش فيها حسام غالي في ولا تقسيمه، دايما بس بيحضر نص التمرين والنص الثاني في التقسيمه بيطلع بره، الكلام ده صحيح؟ كان غايب بقاله فتره كده، ويمكن النهارده كمان كان عمل جيم كتير جدا، فحس ان هو اللي طلب يعني ان هو يريح من التمرين من اوله كده. فبناء على طلبه النهارده كمان ما كانش موجود في التمرين من اوله يعني. لكن بصوره عامه يعني كاحداث مشاده او احداث مشكله حصلت انتهت. المساله الفنيه مستر مانويل يلعبه وما يلعبوش، موجود في مباراه الملعب المالي او مش موجود، دي حاجه فنيه يعني ما طيب مشكله على اثرها بعد ولا لا، الموضوع انتهى. طيب الملعب المالي كابتن سيد لغايه دلوقتي ما في غموض، بيقولوا ما فيش اي ورق وصل، هيوصلوا امتى، هيجوا امتى، الكلام فعلا لغايه دلوقتي ما تعرفوش اي حاجه عن الملعب المالي؟ انا اقول لك على يعني طبعا يعني احنا بنحترم كل الانديه، لكن في حاجه غريبه جدا حصلت. يعني انا النهارده اولا ما فيش مراسلات او مكاتبات او حتى تليفونات. يعني دايما احنا بيبقى في اتصال بيننا وبين الانديه اللي بنلعبها، هتيجوا امتى، هتوصلوا ازاي، هتتعاملوا كم فرد كده. يعني لحد امبارح بالليل ما فيش رد خالص يعني. النهارده على الساعه 3 او 3 ونص كده العصر جالنا جواب ان فرقه الملعب المالي هتوصل النهارده الساعه 6. غريبه جدا كده؟ على طول كده الساعه 6 دلوقتي يعني. ده لسه وصلكم النهارده يعني؟ ده بقول لك 3. فطبعا يعني عملنا اجراءاتنا بسرعه، طبعا حاجزين كل شيء، لكن كان يبقى ان انت تتاكد عليه يعني. والاداريين طبعا في استقبالهم دلوقتي في المطار. طب وانتوا يعني حاجزين الاوتيل وكله تمام، مفيش اي مشكله؟ الموضوع فجاه كده النهارده واصلين، اكيد برضه ما كنتوش محضرين يعني. الاغرب من كده انا بقول لك جاي لي جواب من الاتحاد، الاغرب من كده ان احنا كلمنا السفاره بتاعه مالي وقالوا لنا لا ده هم جايين يوم السبت. لا والله. والله. يعني السفاره نفسها بتقول جايين السبت، وجالكم جواب النهارده بيقولوا ان هم هيوصلوا النهارده الساعه 6. جالي جواب الساعه 3، جالي جواب الساعه 3 ان هم جايين على الساعه 6. فطبعا يعني انا لازم اشتغل. ده ايه يا عم التهريج ده؟ لازم اشتغل بالمضمون طبعا. والاداريين مستنيين في المطار، والله جم الساعه 6 اهلا وسهلا، كل شيء متوضب ومتنظم. جم يوم السبت خلاص اهلا وسهلا. كابتن سيد حفيظ بشكرك شكرا جزيلا على كلامك وتفسيرك، ووضحت لنا يعني النهارده زي ما كنا بنقول في الحوار دلوقتي ان هو كان فيه غموض، ولا الكابتن سيد قال ان الساعه 3 وصل فاكس ان